كل عام وكل الأمة الإسلامية بخير وصحة وسعادة. من عاداتنا وتقاليدنا وروتيننا في العيد، روتين كل الشعب المصري أكل الملوحة أو الفسيخ أو الرنجة. بس كليها صح. لو ما كلتهاش صح العلاج ممكن لا قدر الله لا قدر الله ممكن يدخل في تكاليف 300,000 جنيه. فعلا لو صبت بتسمم الملوحة أو الفسيخ بالذات، بنوع من السموم اللي ممكن تتواجد في الملوحة أو الفسيخ، ممكن يصل العلاج ل300,000 جنيه. دي الملوحة الصحية اللي هي بتكون لونها أحمر من جوه أو لونها وردي، دي الملوحة الصحية. ازاي أعرف إن الملوحة ما هياش فيها سموم، إن هي سموم النوع اللي هو بيقول عليها سموم البوتولينيوم؟ السموم دي يا جماعة بيقولوا 55 جرام منها ممكن يقضي على البشرية بأكملها، لأنها أقوى من سم الكبرى، فتجنبيها تماما. وإزاي أعرف إن الملوحة مش مسممة بالطريقة دي؟ دي الملوحة اللي ممكن شكلها مسمم، لكن دي الملوحة النظيفة بتبقى ملهاش مش منتفخة، عيونها للداخل مش بارزة للخارج. هحضر لكم محلول يا جماعة، كمان لو في أي فطريات أو بكتيريا أو أي نوع من السموم داخل الملوحة هيخلص ويقلل من السموم دي خالص. بليز بليز حاولوا انكم انتوا كلكم لما تيجي تاكلوا الملوحة تاكلوها بهذه الطريقة، دي الطريقة الصح عشان تتخلصي من هذه السموم او تقللي من اي سموم، لان السموم اللي هي الخطيرة دي حتى لو متواجدة مهما عملتي مش هتخلصي منها. هنضيف كوبايتين مية عليهم حوالي ربع كوباية خل او نص كوبايه خل حسب الكميه اللي انت تعمليها. كمان عصره كام ليمونه. المحلول ده محلول معقم للملوحه، وكمان هيخلصك من السموم اللي فيها. السموم اللي هي ايه مش من نوع السام، يعني في سموم ممكن تعمل لك بعض المشاكل الصغيره، لكن في سموم مهما عملتي للملوحه سخنتيها عملتيها مش هتخلصي من الملوحه. قلنا بلاش تاكلي الملوحه المنتفخه، بلاش تاكلي الملوحة اللي هي عيونها بتكون بارزة، لان دي بتكون فيها نوعية من السموم وداخلها بكتيريا هوائية، لان البكتيريا بيقولوا اللي داخل الملوحة بكتيريا لا هوائية مش مضرة اوي يعني. بصوا يا جماعة، دي الملوحة وانا حضرت المحلول ده محلول معقم وهيحميكي كمان من السموم اللي هي السموم الضعيفة اللي داخل الملوحة. يعني على ايه تاكليها بسموم وكده؟ حاولي انك انت تاكليها نظيفة وما فيهاش اي سموم. لا قدر الله بيقولوا ان السموم اللي حتى اللاهوائية او البكتيريا اللاهوائية اللي داخل الملوحة لو اتحدت مع البكتيريا الهوائية بتسبب مشاكل، ويكون السم قاتل، يعني فعلا قاتل ملوش حل الا بقى لو خدتي المصل ده يتراوح الى 300,000 جنيه. طب على ايه يا جماعة؟ ننظف الملوحة بهذه الطريقة. طبعا بنضفها. وبصي الملوحة بتعرفيها يعني نظيفة او لا، انك تلاقي لونها وردي. كمان هقول لكم على بعض الاكلات اللي هتخفف خالص من السموم مع الملوحة. بعد ما تاكلي الملوحة لازم انك انت تتناولي هذه العصائر او الاكلات دي، هتخفف خالص من كمية السموم او الملح اللي داخل جسمك. هتنزل لك الملح اللي داخل جسمك وهتقلل من كمية الاملاح اللي في الملوحة خالص. الطريقة دي بصي انا نضفت الملوحة، هحطها جوه المحلول اللي انا عملته ده عشان اقلل من نسبة الملح واقتل البكتيريا اللي جوه الملوحة. لابد انك انت تنقعيها بهذه الطريقة. دي الطريقة الصحيحة لاكل الفسيخ او الملوحة. وخلوا بالكم ما تجازفيش بحياتك، لان المجازفة فيها لا قدر الله لا قدر الله ممكن تصل لحد الموت يعني. فانتقي الاماكن اللي انت تشتري منها ملوحة او فسيخ وتكون اماكن معروفة، اماكن نظيفة. بلاش تشتري من اي حد او اي بائع متجول عشان تضمني انك انت بتاكلي حاجة نظيفة. طبعا الملوحة النظيفة بتبقى حتى جوفها نظيف من جوه ما فيهاش اتساخ. هي شريطة كده بشدها واطلع منها جوه الملوحة. بصوا لونها جميل خالص ووردي وحلوة خالص ونظيفة.
اتمنى يكون عيد سعيد عليكم. ده روتين المصريين كله في أو ايام العيد، لازم بياكلوا الملوحة، بيبقوا زهقانين بقى من ايام العيد والاكلات بتاعه العيد اللي هي اكلات رمضان، اللي هي كانت طواجن ولحمه وفراخ والكلام ده كله. فالناس زهقت عايزه تاكل حاجه حرشه بقى. الحاجه الحرشه بتبقى ايه؟ الملوحه بقى. وكل الشعب المصري سبحان الله في ايام العيد بياكلوا بهذه الطريقه. على فكره الملوحه دي يا جماعه متواجده مش في مصر بس، عشان ما تقولوش متواجده في مصر بس، هي متواجده في جميع انحاء العالم. في بعض الدول الاوروبيه بيقولوا عليها انشوجه. بيقولوا عليها انشوجه، وبيحطوها في علب كده زي علب التونة اللي عندنا، وبتبقى معلبة ونضيفة خالص. يعني هي دي شبيه الملوحة عندنا، ومش بس للشعب المصري، لكن هم بيبقوا معلبينها، وعشان كده بيبقوا. وخلوا بالكم من أعراض تسمم الملوحة، اللي هو نشفان في الحلق، ضيق في التنفس، صداع، زغللة. الأعراض دي كلها أعراض تسمم الملوحة، وخلوا بالكم منها يا جماعة. لو أي حد شعر بحاجة زي كده لازم يلجأ بسرعة للطبيب، ولا ربنا ما يقدر عليكم بإذن الله إن شاء الله. على الأقل مدة ساعتين، وفي ناس بتنقع قبلها بيوم أو يوم بيوم هنطلع بقى نجيب البصل الجميل اللي أنا زرعاه فوق السطوح. بص ده بصل صيفي، خلي بالكم. أنا عارفين البصل اللي هو كان في نهاية الشتاء من السنة اللي فاتت، فلقيته باظ، فرحت أنا هو نبت، فأنا زرعته فوق السطوح بهذه الشكل. قلت بدل ما أرميه خسارة، وفعلا يعني بصوا كده، يعني قلت استعين بيه، ناكل بيه ملوحة، ناكل بيه حاجة زي كده. كل ما بحتاج نجيب ملوحة نروح نقطعهم فوق السطوح. ما ترميش البصل خالص، ممكن تزرعيه في جردل ولا حاجة زي كده لما يزرع لك. وعملي جدا وطعمه جميل جدا. عليه نرميه، ما برميش انا، اللي بيزرع عندي بزرعه حتى فوق السطوح زي ما كده، زي ما انتم شايفين كده، كله من بيته، ما فيش حاجه من بره يعني. دي بعض الزراعات اللي انا زرعها على السطوح. وهننزل بقى نشوف اختنا الملوحه عن ايه الاكلات التانية اللي ممكن ناكلها مع الملوحه. جبنا البصل الاخضر اللي احنا زارعينه، موجود في عندنا في الصيف اهو لحد النهارده موجود عندي. بصوا يا جماعه، اهم حاجه تاكليها مع الملوحه بعد الملوحه الموز. حاولي انك انت تاكلي موز، حاولي انك انت تاكلي برتقال. البرتقال مهم جدا، او عصير البرتقال مهم جدا يا جماعه، والموز لانه بيخلصك من الاملاح الزايده، بيطرد الملح الزياده. كمان الخضار مهم جدا، الطماطم. في عندك البصل الاخضر اللي احنا جبناه جميل جدا. كلي نوعي من الخضار على قد ما تقدري عشان السموم اللي في جسمك تتطرد. عندنا موز، عندنا برتقال، عندنا طماطم. كمان الفلفل الاخضر والخيار. لو عندك جزر اي نعم كويس جدا. الخس، الليمون. الحاجات دي هتقلل السموم، كمان هتطرد الاملاح الزايده في جسمك. الحاجات دي مفيده جدا جدا جدا، اكلها مع الملوحه. تجنبي مرة تانية أعراض تسمم الملوحة وأعراض سموم الملوحة. تجنبوها.